النهارده جايين مع بعض نجرب كل الجديد في الحلو، سواء من بلبن او حلي وعلي. حلي وعلي ده مكان جديد انا لسه هقول لكم عليه اهوت، بس هو عامل فريسكا ووافل ستيك. الوافل ستيك مش جديد قوي، لكن الفريسكا جديده ولسه بدات تدخل الجديد، يعني مفيش في المحل تقريبا حد يعملها غيره، مش شفتهاش عند حد قبل كده. فتعالوا نشوف الجديد. وجايبين طبعا القشطوزه والكشري والمسحب، بس مش الطعميه بصراحه. يلا بينا نبتدي باول حاجه، وهي مش جديده قوي، هي المسحب من بلبن. مبدئيا اعتذر لكم تاني على الصوت، المايك لسه في حاجه يعني مش تمام، بس ان شاء الله من اول الفيديو الجاي هشتغل كله تمام. وهحاول برضه اظبط لكم صوت على قد ما اقدر. تمام. اول حاجه من بلبن المسحب، هبقى احط لكم فيديو قديم كده كنت عامله برضه للمسحب بس ما نزلتوش. كنت جايب العلبه الكبيره وقتها منه وجربته بس ما نزلتلكوش الفيديو يعني. تمام. هيظهر لكم الفيديو دلوقتي وانا بتكلم. هو المسحب ده عباره عن ايس كريم، هو بيعمله على شكل المسحب، يسقعه كويس، ينزل في الشوكولاته البيضاء، يطلع واخد طبقه كبيره من بره عليه شوكولاته بيضاء، ينزل في الايه، في اللوتس المجروش، ويطلع بقى على طول كده يتاكل. حطيت معاه شوكولاته تدب في الشوكولاته وتاكل. تمام. وبيعمل منه حجمين. في علبه الكبيره دي بيبقى فيها تقريبا 6 حاجه زي كده، وفي بقى الحجم ده 2 مسحب ب25 جنيه. هو ماله شكله بقى عامل كده ليه؟ مش عارف، او سايح تقريبا، هو كده تقريبا سايح، مش مهم. وده علبة الصوص اللي بتيجي معاه. بسم الله، عشان لو وقع، عشان هو 90% وقع. ده شكل المسحب. تمام. يلا بينا ندوق. بسم الله. زي ما قلت لك، لوتس من بره، شوكولاته بيضه، الايس كريم جواها، طعمه حلو جدا بصراحه. بس بالنسبه للاجواء الشتا دي بصراحه ما يمشيش قوي يعني. بس هو 25 جنيه، سعره كويس. الصوص اللي بيجي معاه، الشوكولاته اللي معاه طعمه حلو جدا، والبندق باين فيه. فكسعر مقابل القيمه اللي بتاخدها كويس جدا. ارشحهولك، حلو جدا. ولو ما جربتوش لازم تجربه، يستاهل يعني. يلا على بعض. نخش في تاني حاجه معانا، وهي قشطوزه مانجا. يعني بعيدا عن الاسم، تمام. هي المفروض يعني فيلادلفيا تشيز، تمام، محطوط معاها كريمه، على ايه تاني، على بسكوت، بسكوت بالزبده، يعني هو عامل زي تشيز كيك بس فارمها يعتبر، وحاطط عليها من فوق مانجا، والمفروض يبقى ايس كريم توت، بس هو حاطط ايس كريم عادي. تمام. دول ايس كريم لوحده كده في الاول. يلا ندوق. بسم الله. ايس كريم فانيليا، حلو جدا بصراحه. كريم فانيليا معتبر طعمه كويس جدا وحلو. والمانجا باين عليها ان هي ايه، ندوق. المانجا مانجا نعومي، تمام، باين عليها ان هي متجمده، يعني متخزنه عندهم. طعمها مش وحش ومش حلو. نخش بقى على الحوار نفسه بقى اللي تحت، الا وهو القشطوزه. باين فيه بسكوت اهو. تعالوا ندوق. مبدئيا انا مش فاهم انا اكلت ايه، بس هي سعرها 65 جنيه، ولو مش مظبوط هكتب لك كده السعر. بس انا اكلت ايه انا والله ما عارف. عايز اقول واحده برضه الاول من غير اي حاجه، عايز افهم يعني. مش فاهم حاجه والله، ما فاهم انا اكلت. بص هخش شويه وارجع لكم اقول لكم بقى. بص يا باشا، بقى لنا ربع ساعه بندوق وفي مشاورات وبتاع. هي اقرب حاجه السريلاك، انا مش لاقي لها حاجه تانية يعني. بصراحه طعمها مش حلو، مش تشيز كيك، ومش عجباني. والميكس مع المانجا مع الايس كريم كان مش ظابط. المانجا، هي المانجا متلجه تلج لسه. انا مش فاهم ازاي تطلع كده تلج يا جماعه. تلج، مانجا تلج. مع بعضيها كده مش شايفها اختراع بصراحه يعني. بصوا شكلها عامل ازاي، تحسها شبه عجينه كده، بسكوت معجن، او سريلاك. هو سريلاك؟ لا، القشطوزه في الضياع، في الضياع. بعد نخش على الوافل ستيك. الوافل ستيك ده من مكان اسمه حلي وعلي. المكان ده فين؟ المكان ده الشارع اللي قدام جامع الشامي، تلاقوا على اليمين كده، تقول شويه بعد هايبر باندا تلاقي على يمينك. هو فاتح جديد مش قديم، بس بيعمل ايه شويه حلويات ايه جديده. بيعمل سيد زلابيا، موتشي، وافل ستيك، فريسكا اللي جايين بيها برضه، الكلام ده. فقلنا نجربه النهارده ايه في حاجتين تلاته كده بالصدفه، والله هو رزق وانا معدي كده قلت اجربه يعني. ديت وافل ستيك باللوتس ب 30 جنيه. هي حجمها حلو مش وحش بصراحه، وكميه صوص فيها حلو. تعالوا ندوق. طب يا ابني ايه ده؟ انا مش متعود ان انا يعني اخبط في حد، بس بصراحه هي مش قد كده. انت افهم بقى لوحدك. هي فيها طعم غريب كده، هي مش قد كده. بس كده، عشان المكان برضه لسه فاتح جديد وكده، ومش عايزين نيجي عليه قوي، بس ما انصحكش. بعد نخش بقى على الفريسكا.
الفريسكا دي ب 40 جنيه. هي الفريسكا دي بسكوت بتاع الايس كريم، بس بيعملوا العجينه بتاعته يتفرد، يحط جوه الحشو اللي انت عايزه يتقفل ويدوله. تمام. ده ب 40 جنيه بفريسكا بكت كات المفروض. هو شكلها كده اهي، هي طالعه ترند اليومين دول. تعالوا ندوق، تعالوا ندوق، يمكن يطلع الامل فيه. بص، فريسكا كيت كات ب 40 جنيه، هي ما فيهاش كيت كات، وانا مش بقول لك بقى مقطع او سكه مقطع، فما تدخلنيش في سكك ماليش دعوه بيه. انت راجل مش مقطع، انت حر. ب 40 جنيه، ب 40 جنيه تحط لي كيت كات حقيقي، هي ما فيهاش كيت كات، هي فيها صباع كده اللي هو بيتباع في عند الحاجات بتاع الحلويات، بيبقى شوكولاته بس على شكل كيت كات. فبص، عشان ما اتكلمش كتير، ما انصحكش وما تجرب، واعتبر الفقره دي كل ما جاتش، اعتبر المكان ده كل ما جاتش، نكمل بلاد تاني. خش بقى على اخر حاجه معانا، ويا رب يكون فيها الامل كده وتفهم معانا الفيديو كده. الكشري طلع ترند اليومين دول. هو المفروض يعني تقريبا اللي طلع بالفكره الاول وزير الحلو في القاهره، تمام، في وسط البلد، وهو خد الفكره منه وعملها. مش عيب انك تعملها طالما بتعملها حلو، بس عايزين ندوق بقى حاجه حلوه. سيبك بقى من اللي فات ده كله. هو بيعمل ايه؟ ده عباره عن تحت رز بلبن، حط فيه كنافه متحمصه بالزبده، عليها شويه كريمه، وفوقيهم من فوق شويه جلاش، وبتاخد الصوص التوبنج اللي انت عايزه. احنا عاملينها لوتس. شكل الليرز كده، شكل الليرز جوه. هي مليانه من تحت رز بلبن، يعني انا من هنا شايف رز بلبن كتير لما ندوس منها. مش عارف، هي كميكس يعني متخلوش نحكم، خلينا ندوق تاني. بص، هو حاطط كميه لوتس حلوه، يعني انا ده طعم اللوتس. تمام. خلونا ندوق الكريمه دي لوحدها كده. هي مش كريمه حلويات، مش كريمه، هي دي كريمه خفق، اللي هي كريمه الايه، عارفين انتوا، مش كريم اسمه كريم ايه، شانتيه، مش كريم شانتيه، ده كريم حلويات، اللي هو الكريم العادي بقى المضروب ده، اللي هو كريم لباني حلويات. طعمه حلو بصراحه، طعمه حلو. انا كنت بدوق اصلا لقيت طعمه وحش، بس الصراحه طعمه حلو، حرجني. سعره كام مش فاكر، كتبوا لكم تقريبا 50 حاجه كده، يعني 45 50 حاجه. طعمه حلو بصراحه، كميه مش وحشه على السعر. الفكره بس ان انا مش حاسس بالكنافه قوي، هو حاطط جلاش كتير بس انا مش حاسس بالكنافه. دوق ده، وفي رز لبن كتير تحت، هو اللي غالب على التجربه شويه، بس الطعم الى حد ما حلو، يعني اللوتس كميته كويسه. يعني الكشري مش زي القشطوطه خالص، ده في ديفرنشال محترم، يعني ممكن يطلع منه حاجه محترمه جدا كويس والدواء يعجبك. يعني سيبك من القشطوطه، جرب الكشري بس كده. إذا ما تنساش سبسكرايب في القناه، سبسكرايب، السنه خلصت ما كناش ال1000، عيب يعني. سبسكرايب.